السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي قناة جاتو في جاتو. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعضينا تورتاية كده في الخلاط للمبتدئين، وهنستخدم فيها بيضتين اتنين بس، اقتصادية. فتابع معايا الفيديو للنهاية إن شاء الله تستفيدي. بس حابة أقولك الأول، لو أنت أول مرة تشوفي قناتي يا ريت تشتركي وتفعلي الجرس وتحطي لايك للفيديو لو عجبك، ويلا بينا نشوف التورتاية اتعملت إزاي. في بولة كده أنا هنزل بيه كوباية ونص كده من الدقيق يكون لجميع الأغراض، معلقتين كبار من الكاكاو الأسباني اللي هو غير محلى، معلقة كبيرة من البيكنج باودر المتوفر عندك، أنا استخدمت كيك شيف، نص معلقة صغيرة من الكربوناتو أو كربونات الصودا. وهنخل كده كل المكونات مع بعضيها وأقلبها وهشيلها على جنب. أنا هجيب الخلاط بتاعي وهستخدم بيضتين يكونوا كبار كده وبدرجة حرارة المطبخ، كوباية من السكر يعني حوالي 200 جرام، نص معلقة صغيرة من فانيليا، معلقة صغيرة من الخل، ورشة ملح، كوباية إلا ربع من الحليب الدافئ، وربع كوباية من الزيت. وهضرب طبعا كل المكونات دي مع بعضيها في الخلاط لغاية بس ما يتجانس ويدوب السكر تماما، وهنزل بيه كده على خليط الدقيق وأقلب كويس منعا لأي تكتلات بالشكل ده. وهجيب طبعا صينية أو قالب مقاس 20 سنتي لو عايزاه مرتفع شوية، على درجة حرارة 170 في وسط الفرن لمدة 35 ل 40 دقيقة، أو لما تختبريها بعود الخلة يطلع معاكي نضيف. أنا هقلب طبعا الكيكة بالشكل ده، كيكة طرية، وهقسمها معاكم لثلاث رقات. ده شكل الكيكة من جوه. هنيجي بقى للكريمة، هستخدم كوباية من الحليب المتلج وكوباية كريم شانتيه بودر بدون سكر، ومعلقتين سكر كده ناعم أو حسب الرغبة، ومعلقة واحدة بس من اللبن البودر عشان بس يدي دسامة. وفي الآخر أنا بعد ما أضرب الكريمة هنزل بيه معلقتين كبار كده من الجبنة الكريمي، وده طبعا بيساعد على قوام متماسك، وكمان بيدي غنى كده للكريمة ودسامة. وهو اختياري، لو مش هتحطي لبن بودر هتحطي جبنة كريمي أو العكس. طبعا لازم أسقي الكيكة حليب أو سيرب، علشان طبعا مسام الكيكة بيكون هنا واسع، فلازم بالرغم ان هي طرية بس لازم أسقيها. تمام. وهحشي بقى عادي زي ما بنحشي كل مرة، وأكتر كده الكريمة شوية لو أنا عايزة الكيكة تكون عالية معايا، لغاية كده ما اخلص الثلاث رقات. وهحاول كده او هبتدي انا اغلف من بره كده ومن فوق بالشكل ده. انتي طبعا بتلمي كل الزيادات اللي على جوانب التورتايه بالشكل ده، يعني مش لازم تغلفيها كتير. انتي بتعيني طبعا كده كده بعد شوية هنحط الجناش الشوكولاتة اللي احنا هنعمله بعد شوية، فهيغلف لي كل الطبقة الخارجية دي من التورتايه. فانا هجيب كده مقدار 150 جرام من الشوكولاته مع ربع كوبايه من الحليب الساخن. وطبعا لو مدابتش معاكي الشوكولاته بتحطيها على حمام مائي، ميه سخنه كده على البخار، وهي بتسيح معاكي بكل سهوله. هحطها في كيس حلواني وهنزل كده بيه على جوانب التورتايه من فوق. انا مش عايزه في الوسط، ممكن تملي الوسط عادي مفيش مشكله، ولكن انا كده كده هحط روزيتات وهبدرها بالكاكاو بعد كده. يستحسن انك انتي تغلفي بالشوكولاته دي وهي دافيه او يعني شبه سخنه كده، علشان يسهل فردها وما تكلكعش منك بسهوله. طبعا لازم تكوني سريعه شويه لان ده جناش بيشد على طول. هستخدم فارمسيل كده بني للتزيين من تحت، هضغط عليه كده بالمعلقه واجيب الروزيتات البلبله ديت بتاعت الروزيتات بتاعت البيتيفور، يعني روزيتات بسيطة خالص كده. وفي الآخر هرش كاكاو غامق اللي هو البودر
من فوق كده بس للتزيين، وهجيب كريزة كده واحطها، وده الشكل العام بتاعها بسيط جدا ولكن طعمها بجد حكاية. جربوها، سهلة جدا وبسيطة. ما تنسونيش بقى في اللايك لو عجبكم الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.